أخي الكريم، أنت عندما تنام عن صلاة الفجر تعرف ما الذي يحصل؟ الملائكة صعدت وأرسلت الكشوف، كشوف الأسماء كلها، وفلان غير موجود، فلان ما صلى الفجر يا رب، أين فلان؟ وهو أعلم به. قالوا تركناه وهو نائم، أو تركناه وهو يلهو، أو تركناه وهو غافل. كان في عهد محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول يصلي الفجر، رأس المنافقين يصلي الفجر، لكن كيف يصلي؟ كسلان، يتثاقل. لهذا أثقل صلاة على المنافقين ما هي؟ الفجر والعشاء، يصلونها لكن بثقل وبكسل. وانظر إلى من يصلي صلاة الفجر، بعضهم يصلي وهو نائم، أو يصلي وما درى الإمام ماذا قرأ. ما السبب أيها الإخوة؟ انظر إلى المسلمين بعد ساعة أو ساعتين، في الساعة 7 صباحا تزدحم الشوارع وتضطرب الطرق ويصدر الإزعاج. ما الذي حدث؟ خرج الناس من البيوت إلى أين؟ إلى مكان عملهم. سبحان الله، ألم يكن في هذه البيوت أحياء قبل ساعة أو ساعتين؟ أليس في هذه البيوت مسلمون قبل ساعة أو ساعتين يأتون لصلاة الفجر؟ ما تدري كيف تجيب على هذا السؤال. للدنيا خرج الألوف المؤلفة، أما لصلاة الفجر ما خرج في المسجد إلا نصف صف. ما الذي جرى؟ تقول إحدى البنيات، تقول صعدت على سطح لي أنا وأختي، بنيات صغار، تقول في آخر الليل، وما كنا نصعد إلا آخر الليل حياء. انظر للحياء، بنيات صغيرات ما يصعدنا إلى سطح المنزل للعب واللهو إلا آخر الليل، حتى حيث لا يراهن أحد. ففي ليلة من الليالي صعدنا، فنزلنا إلى البيت فقلنا يا أماه. قالت الأم وما شأنكن؟ قالتا يا أماه ما حدث لذلك العمود الذي كان في سطح جيراننا، كان هناك عمود خشبي الآن ما نراه. فضحكت الأم فقالت ليس ذاك بعمود، ليس ذاك بعمود. قلنا وما هو؟ قالت ذلك منصور بن المعتمر كان يقوم الليل فمات. ما في نوم في الليل، لأنه كلما أراد النوم تذكر جهنم قام، وكلما نعست عينه تذكر الجنة طار فرحا، حتى أن بعضهم يبكي على وسادته ما تشعر زوجته وهي تنام على نفس الوسادة. أتعرف أخي الكريم أنك لو صليت الفجر وخرجت من يومك وفي ظلام الليل ولا ترى إلا شخصك يمشي، ولا تسمع إلا قرعا عليك، ولا تنظر يمنة ويسرى إلا ظلك، ما في أحد يمشي غيرك، وأتيت إلى بيت الله لتصلي صلاة الفجر وقد غلبك النعاس، وقد هجرت الفراش، وقد طويت ذلك الفراش لتأتي لله جل وعلا لتركع ركعتين ثم ترجع إلى الفراش، أتعرف ما أجرك؟ يقول عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. بل أخبر أنه في ذمة الله. أخي الكريم، اسمع لهذا الحديث العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يقذفه في قلبك فتقوم صلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام بشر، بشر يعني تعال بشر أولئك. من هم يا رسول الله؟ قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نعم، إن الفجر لظلام، وإن الناس في هدوء وسكون، وإن الناس في نوم وسبات عميق. يقوم هذا من نومه ويفتح باب بيته، تكاد تسمع صوتا عليه من آخر الشارع، لأنه لا يمشي غيره، فيمشي ويقرع عليه حتى يأتي إلى بيت الله، فيدخل وقد مضى على الأذان 10 دقائق، وظن المسكين أن الصف الأول قد امتلأ وأنه لن يدرك إلا الصف الثاني أو الثالث، فيدخل فيستغرب ولا يرى إلا المؤذن، فيقول له أصليتم؟ فيقول لا، ولكن لم يأتي أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. اثبت يا عبد الله ولو كنت لوحدك، لا تقل أنام مثل الناس، لا تقل أنا غيري أنامه فقط لوحدي. اسمع، فإن يوم القيامة ظلمة شديدة. هذه الشمس التي تراها تكور والنجوم تتناثر وتنكدر، ويوم القيامة ظلمة في ظلمة، ويوم القيامة ظلمة في ظلمة، ويوم القيامة